السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. شايفين البلدي يوكل، احلى فراخ بلدي باحلى حشوة ممكن تشوفيها. فراخ بلدي محشية بالرز والكبد والقوانص بطريقة جميلة جدا جدا، وبطريقة حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله. تسوية مظبوطة، فلفلة الرز اللي جوه الفراخ ما حصلتش، ريحة تحفة. ان شاء الله تعجبكم، بس ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا نبدأ مع بعض ونشوف اول خطوة هنعملها ايه. معانا بقى حلة على النار فيها شوية زيت ومعلقة سمنة، هندوبهم بقى كويس مع بعضهم كده، وبعدين انزل بالبصل. عندي بصل مفروم، هنزل بقى بالبصل وهسيب شوية صغيرين كده، هقول لكم دلوقتي هنعمل بيهم ايه. تمام، هنشوح بقى البصل كويس قوي لحد ما ياخد لون اصفر كده، مش هنحرقه يعني، مش عايزينه محروق ولا غامق قوي، يا دوب اصفر كده زي ما انتم شايفين. عندي بقى فصين توم مفرومين، هنزل برضو عليهم بالبصل، على البصل بالثوم، واقلبهم بقى كويس جدا مع بعض. تمام، وبعد كده بنزل بالكبد والقوانص بتاعه الفراخ البلدي، نديلهم صدمة كده علشان الكبد والقوانص ما تنزلش مية، وبعدين اشوحهم كويس كده مع البصل والثوم لحد ما يتشوحوا كده وياخدوا لون خفيف كده جميل قوي. وبعد كده انزل بقى بقرنين فلفل، انا حطيت قرن فلفل حامي وقرن فلفل عادي. تمام، نشطشط الدنيا شوية كده عشان يبقى طعمها حلو. هنزل بقى بالفلفل الاسمر وبشوية قرفة، نص معلقة كبيرة قرفة. القرفة بقى اللي بتظبط طعم الرز بالكبد والقوانص ده، بتوديه في حتة تانية خالص. يبقى نزلنا بقى بالملح بالفلفل، معلش فلفل والقرفة وشوية بهارات مشكلة، هنشوحهم كويس جدا كده مع الكبد والقوانص. وبعد كده هنزل بالرز بتاعي مغسول ومتصفي كويس، هشوحه شوية بقى مع الحاجات دي، مع الكبد والقوانص والبصل، يتشوح شوية كده. واكون عندي بقى مية مغلية، انزل بقى بالمية المغلية بتاعتي قد الرز مية. انا بعاير كده بقى لان انا عرفت خلاص معياري، يا دوب بغطي الرز كده بالمية واظبط الملح بتاعي واقلبه كويس، واغطي عليه بقى واسيبه يغلي كده مع بعضه لحد ما ينشف. نوطي عليه شوية وبعدين هناخد بس منه كده لما يوصل لنص السوا كده، يعني يا دوب ينشف من المية اهو. هوطي عليه بتاع بس دقيقتين كده واخد منه بقى شوية عشان نحشي الفراخ. تمام كده اول خطوة. تاني خطوة بقى معانا الفرختين البلدي بتوعنا مغسولين، منضفين كويس جدا ومغسولين ومنقوعين في محلول النقع بتاعنا، ملح وليمون وخل وشوية سكر، وبننقعهم ساعتين تقريبا. وبعد كده بنصفيهم وننشفهم كويس، وناخد بقى شوية البصل اللي احنا سبناهم من شوية، ناخدهم بقى ننزل عليهم بملح وفلفل وشوية قرفة. تمام، القرفة بقى اهم حاجة معانا في الاكلة بتاعت النهاردة، هي اللي بتخلي اللي تظبط لي طعم الاكلة من الاخر. يبقى عصجنا البصل بقى بتاعنا بالملح والفلفل والقرفة، وهنحشي بقى ونتبل الفراخ بتاعنا بقى بالشكل ده، نتبلها بقى كويس كده من جوه. وبعدين نجيب بقى الرز اللي احنا سويناه نص سوا اهو بالكبد والقوانص، ما شاء الله جميل قوي وريحته تحفه. هناخد كده شويه ونحشي بقى الفرخه بتاعنا لحد ما تاخد معانا وتتملى، ملهاش مقدار، انت بتاخدي كده وبتدخلي بايدك لجوه لحد ما الفرخه تتملى معاكي بالشكل ده كده. نحشيها بقى وندخل كده بايدينا لحد ما نملاها رز اهو، ننفض الرز اللي عليها خالص. نحشي بقى الفرخة التانية بالشكل ده برضو. وعندي بقى الفراخ اهيت بعد ما حشيتها ونضفتها خالص من الرز اللي عليها فوق. معايا بقى حلة على النار فيها مية بتغلي، هنزل عليها ببصل وجزر وطماطم وتوم
وشوية فلفل، وانزل بقى بالفراخ بتاعتي كده. بعدين هنزل بقى بورق اللورة والحبهان بالشكل ده، واقلبهم بقى كويس، وبعدين هغطي عليها لحد ما تستوي. هنحط طبعا الملح في الاخر بعد السوا. تمام كده. الشوربة بتاعتي يا دوب بدأت تغلي كده، خدت منها شوية في حلة تانية، وحطينا عليها معلقة كزبرة ناشفة، ونزلنا بالملوخية بتاعتنا المتفرزة، وهنسيبها بقى تفك كده في الشوربة وهي بتغلي. ومعانا طاسة تانية على النار برضو شوية زيت، ومعلقة توم مفروم. انا التوم بتاعي مخزناه في الفريزر، عشان كده هتلاقوه نازل كتل صغيرة كده. هصفر بقى التوم بتاعي شوية، وبعدين انزل عليه بمعلقة كزبرة ناشفة، ونعمل احلى طشة لاحلى ملوخية. ملوخية بقى بشوربة الفراخ البلدي، واو مش عايزة اقولكم. ما شاء الله الملوخية بتاعنا لها عرق وجميلة قوي. نزلنا عليها بقى بالطشة الجميلة دي، وشم بقى الروايح، شم الروايح اللي زي العسل. شوربة الفراخ البلدي بقى، وما ادراكي بشوربة الفراخ البلدي، حاجة كده ما شاء الله تحفة وجميلة جدا. دي الفراخ بتاعتي اهي بعد ما استوت، حمرتها، دهنتها صلصة وحتة سمنة، ودخلتها الفرن اتحمرت بالشكل ده، تحمير خفيف كده، لان الفراخ ضعيفة مش كبيرة قوي، فما رضيتش اخليها تنشف قوي يعني. خدت يا دوب اللون الجميل ده، والرز المفلفل بتاعنا التحفة اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، ريحته وطعمه جنان يا بنات، تحفة تحفة تحفة. شايفين مفلفل ازاي، والتسوية مظبوطة جدا، والرز اللي جوه الفراخ مفلفل قوي وجميل، وطعمه تحفة بقى، واخد من الفراخ كده، وحاجة فخر من الاخر يعني. متنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس علشان القناة تكبر بيكم ومعاكم، وتشجعوني كده كل يوم اعمل لكم وصفة جديدة واكلة جديدة في رعاية الله.